من فترة كده كان في مباراة ما بين منتخب إيطاليا وما بين منتخب الكيان الصعلوقي. المباراة دي انتهت بفوز منتخب إيطاليا، وبعد المباراة الفريق الإيطالي رفض تماما يسلم على الفريق المنافس. بالإضافة إن في المؤتمر الصحفي مدرب منتخب إيطاليا كاتوزو طلع اتكلم على الفريق الإيطالي، بالإضافة إنه تضامن مع أهالي غزة واتكلم على القضية الفلسطينية واتكلم على المدنيين اللي بيستشهدوا كل يوم مع الأطفال الأبرياء. وفي الاخر اعرب عن اسفه الشديد جدا لوجود الكيان ده في نفس المجموعه اللي فيها المنتخب الايطالي. اجري بقى بسرعه وتعالى لكاس العالم في المباراه بتاعه منتخب مصر ومنتخب استراليا. بعد المباراه على طول كابتن حسام حسن مدرب المنتخب رفع العلم الفلسطيني تضامنا مع اهالي غزه ونصره للقضيه الفلسطينيه. هنا بتكلم بقى على مجموعه من الناس عندهم زرار اسمه ازدواجيه المعايير، دايما بيدوسوا على الزرار ده عشان يغيروا ارائهم. مجموعه من الناس كانوا زعلانين جدا من اللي عمله حسام حسن، وازاي ان انت ترفع العلم ده، والمفروض ان انت ترفع علم منتخب مصر. علم منتخب مصر مش محتاج حد يرفعه لان هو على طول مرفوع. بالاضافه ان وقت زي كده وفي حدث زي كده كان لازم ان هو يرفع العلم ده علشان خاطر يورينا ويفكرنا بان القضيه الفلسطينيه لسه شغاله. اي نعم، انت ممكن تكون الفيديوهات بطلت تظهر عندك والاحداث الدمويه والاطفال اللي بتموت بطلت تظهر عندك، فانت ممكن تكون فهمت ان القضيه وقفت، ولكن للاسف القضيه لسه موجوده والناس كل يوم بتستشهد، وفي ضحايا بتحصل كل يوم في فلسطين وفي قطاع غزه. تعال بقى في وسط الاحداث بتاعه الحروب اللي بتحصل دي، وخصوصا مع الحرب الفلسطينيه، بص على اهالي فلسطين وهم فرحانين جدا بفوز منتخب مصر. كانوا يستحقوا ان احنا نتضامن معاهم. ولو مصر ما تضامنتش معاهم، ولو احنا ما قلناش ان فلسطين موجوده وان في دوله اسمها فلسطين وان في شعب بيبات كل يوم، مين اللي هيتكلم عن دول؟ ومين اللي هينصر دول؟ السلاح اللي بيحاربك بيه عشان ينسيك اللي بيحصل حوالين العالم كان لازم تستخدمه، واستخدمه كابتن حسام بشكل صح عشان يفكرنا بان في ناس كل يوم بتموت. شابوه الكابتن حسام حسن، وشابوه لكل واحد تضامن وفرحان بالحركه اللي عملها كابتن حسام حسن. تعال بقى نروح لنقطه مهمه جدا، وهي فكره ان احنا مطلوب مننا نشجع المنتخب بكل لعيبته، سواء كان اللعيب ده انت بتحبه او ما بتحبوش، اللعيب ده جامد او ضعيف. مطلوب مننا ان احنا نشجع اللعيبه كلها. بلاش ان احنا نحبطهم، بلاش ان احنا نقول كلام سلبي، بلاش ان احنا نتريق عليهم، وخصوصا ان هم حاليا في ضغط عصبي وتأثير صعب جدا 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 تحت الاجواء اللي بتحصل دلوقتي والعصبية اللي مشدودين بيها. فهنا لو لعيب انت ضغطته نفسيا هيطلع منه اخطاء اكبر من كده، فمطلوب مننا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نشجعه. سلام.